صباح الخير أو مساء الخير أو يوم جميل عليكم في أي مكان وفي أي زمان أنتوا بتسمعوني منه فيه. أنا دكتورة سليم. الكبد هو البطل الصمت، هو ما بيتكلمش، هو بيقعد يعاني 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 يعاني، بس انت ما بتحسش بألم، انت ما تحسش بأي شيء. لكن في أعراض تانية أي طبيب بياخد باله منها. دلوقتي مريضة جات لي وقالت لي أنا حاسة بإرهاق شديد جدا، أنا تعبانة جدا، شعري بيقع، عندي بثور في الوجه، عندي ألم في العضلات. الحاجات دي بتنور في ذهني على طول. أنا أبص لجسمها لما أحس إنها مليانة شوية أبقى حاطة من ضمن الاحتمالات إنها تكون عندها فاتي ليفر او كبد دهني. ليه؟ لان انا زي ما قلت لكم ان من وظائف الكبد ان هو بيعمل ديتوكس، ان هو بينظف الجسم من السموم. طب لو انا لغيت الوظيفه دي او قللتها بنسبه معينه، هو مثلا بينظف لي بنسبه 100%، بقى ينظف بس بنسبه 50%، بيخرج لي بس 50% من السموم، هيتبقى ال 50 التانيين. ال 50% التانيين من السموم هيبتدي يتوزع على الانسجه والاعضاء، فهيسبب بقى ان هو الجسم تعبان، ألم في العضلات، الشعر بيقع، الخلايا خلاص بتبوظ بسبب الملوثات أو بسبب السموم اللي هتدخل لها، اللي الكبد مش عارف يتخلص منها لأن هو أصبح فاتي ليفر أو كبد دهني. الحاجة التانية أو العرض التاني اللي أنا بنتبه له جدا أو أي طبيب بياخد باله منه جدا، لما مريضة تيجي تقول لي إن أنا عندي عدم انتظام في الدورة الشهرية، عندي مشاكل في الإنجاب، وبرضه بيكون حجمها أكبر شوية من العادي، أو بالنسبة للذكور بتلاقي ان علامات الرجوله فقدها، يعني تلاقي الشعر اللي في جسمه بدا ما يبقاش موجود، الجلد بتاعه بدا يبقى زي البنات ناعم، فقد قدرته الجنسيه، بقى عنده ضعف جنسي، صوته بدا يبقى ضعيف او يبقى ناعم زي مثلا البنات، وبرضه هو جسمه مليان شويه. كل ده بسبب الكبد الدهني. ليه؟ الحقيقة إن جسم البنت والولد فيهم هرمون اسمه هرمون الإستروجين. ناس كتيرة جدا بتتخيل إن هرمون الإستروجين ده هرمون الأنوثة، فعلا هو هرمون الأنوثة فعلا، ولكن هو برضو الذكر بيبقى عنده في جسمه نسبة من هرمون الإستروجين لأسباب تانية، زي مثلا وظائف في الأيض، زي كثافة العظام، زي وظائف دماغية بيحتاج فيها الجسم للإستروجين، عشان كده عنده نسبة من الهرمون ده في الدم بتاعه. لكن من وقت للتاني الكبد هو المسؤول، مش المسؤول الوحيد، ولكن المسؤول الرئيسي ان هو يكسر الهرمون ده الاستروجين ده لاجزاء صغيره الجسم يتخلص منه بسرعه. فالجسم من ناحيه تانية يبتدي زي الخصيتين مثلا عند الذكر والعضو التناسلي عند الانثى ان هو ينتج مره تانية استروجين نظيف، يبتدي يمشي في الدم ويقوم بالوظائف بتاعته. طيب لو انا دلوقتي بقى عندي كبد دهني والكبد ما بقاش يعرف يكسر الاستروجين الموجود في الجسم، هيبتدي يتراكم، والجسم من الناحيه الثانيه عمال يصنع والقديم موجود جوه الدم، نسبه الاستروجين هتعلى جدا. في البنات هيسبب عدم انتظام الدوره الشهريه. هتقول لي بيجي الدوره بتاعتي بتيجي كل 6 اسابيع، بتيجي كل شهرين، عدم انتظام، عندها مشاكل في الانجاب، عايزه تخلف بس مش عارفه تخلف. بالنسبة للراجل ده أنا لما بشوفه خلاص بيحصل كمان عند الراجل حاجة اسمها تثدي، يعني ظهور الثدي عند الراجل، بيفقد علامات الرجولة. ده بسبب إيه؟ بسبب الفاتي ليفر. طيب الحاجة التالتة، مريض بيجي لي يقول لي إن أنا عينيا بتزغلل بالليل، ما بقتش أشوف بالليل وأنا سايق مثلا، أو حتى مريضة فأسأله بالليل ولا يعني بالليل بس ولا الصبح وبالليل؟ يقول لي لا بالليل بس. ده شخص أو ده مريض عنده حاجة اسمها عمى ليلي، غالبا بيبقى بسبب نقص فيتامين أ. وزي ما أنا قلت لكم فيتامين إي ده من الفيتامينات اللي بيتم امتصاصه عن طريق الدهون، الدهون تاخده كده في حضنها وبعد كده بينتقلوا للدم خلال جدار الأمعاء مع بعض هما الاتنين. بدون امتصاص الدهون مش هيتم امتصاص الفيتامين أ. وزي ما احنا قلنا إن الدهون دي بتمتص عن طريق العصارة المرارية اللي بتصنعها الكبد، وبما إن المريض ده بيعاني من كبد دهني مش عارف يصنع البايل، مش عارف يصنع العصارة المرارية، مش هيتم امتصاص الدهون الجيدة، مش هيتم امتصاص فيتامين أ. يعني الشخص ده ممكن يكون بياكل بشكل كويس مثلا، أو بياخد حتى كبسولات فيتامين أ، بس زي ما بيدخل زي ما بيخرج بالظبط، الجسم مش عارف يمتصها بسبب عدم امتصاص الدهون.
طبعا انا ما اقدرش ان انا اشخص مثلا حاله مريض بسبب عرض واحد بس، هو بيبقى مجموعه من الاعراض. يعني شخص يجي لي مليان شويه يقول لي ان انا تعبان، مجهد، بنام اكتر من 10 ساعات في اليوم وبقوم برضو تعبان على الرغم ان انا بنام كويس 10 ساعات، عندي الم في العضلات، بشوف عليه مظاهر انوثه، صوته اصبح ناعم جدا، بساله عندك تقدر مثلا، انت متجوز، تقدر تمارس العلاقه مثلا مع زوجتك؟ يقول لي لا في مشاكل برضو في الموضوع ده، يقول لي برضو انا عندي عمى بالليل، وده خطير جدا لو كان سواق قطر او سواق تاكسي او بيوصل اولاده او اسرته بالليل، دي طبعا حاجه خطيره جدا لان فعلا هو مش بيشوف، يعني عنده عمى جزئي ليلي، ما بيقدرش يشوف كويس زي الناس الطبيعيه. في الحاله دي انا بنسبه كبيره جدا بتاكد ان هو عنده فاتي ليفر او كبد دهني. الشيء الوحيد اللي بيأكد لي 100% ان الشخص ده عنده كبد دهني هو الالترا ساوند، لما انا اعمل له اشعه على منطقه البطن واشوف الكبد بتاعه، على طول اعرف ان هو عنده كبد دهني. بعد كده انا ببعته ان هو يعمل بعض التحاليل دي ممكن وممكن، عشان كده لا يعتمد عليها بنسبه 100%. ممكن شخص يكون عنده مثلا فيروسات، مثلا هيباتيتس مثلا او بي، يبقى عنده فيروسات مثلا في الكبد، فالتحاليل دي بتقول ان هو عنده مشاكل في الكبد بس مش بنسبه 100% ان هو عنده كبد دهني، لكن الالترا ساوند بياكد لي 100% ان هو عنده كبد دهني. حاجه زي ما انا قلت ان الشخص ده دايما بيكون بيعاني من مقاومه انسولين، عشان كده انا دايما بعمل له فاستنج جلوكوز ليفل وفاستنج انسولين ليفل. طيب الحاجه الثانيه، نسبه الكورتيزول والاستروجين زي ما انا شرحت دايما تكون عاليه. الحاجه الثالثه، وظائف الكبد اللي هي الاي اس تي، الاي ال بي، الجي جي تي، ده كلها انزيمات في الكبد لما يكون فيها اختلال وغالبا بيكون عاليه، ده برضو بيديني هنت او بيديني فكره ان الكبد في مرحله سيئه متوسطه، انا لازم اشوف عنده في مشكله، الكبد دلوقتي في مشكله. ايه تاني؟ الكوليسترول والترايجلوسيريد اللي هو الدهون الثلاثيه، الترايجليسرايد والال دي ال، برضو بيكونوا عاليين جدا، واحنا عرفنا دلوقتي برضو ايه هو السبب. كل ده مع الالترا ساوند بياكد لي ان هو عنده فاتي ليفر، ان هو عنده كبد دهني، وفي اي مرحله هو دخل، مرحله الفيبروسيس، السيروسيس، ولا هو لسه في الاول، حاله الكبد عامله ازاي، انزيمات الكبد عاليه جدا، الدنيا منهاره بالنسبه له ولا متوسطه، اعرف الحق الموضوع. في الجزء الثالث هنتعرف على البروتوكول اللي بيستخدمه الأطباء الألمان هنا لمساعدة المرضى اللي عندهم أو اللي تم تشخيصهم بالفعل بالكبد الدهني. أنا دكتورة سيلين، وإذا كان محتوى القناة عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروها مع أصحابكم، ولو أنتم عندكم أي أسئلة أو استفسارات يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات وأنا هحاول أقراها كلها وأرد عليها كلها. باي باي.